وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أصحابه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. بكرة وأصيلا. الحمد لله وحده نصر عبده وصدق وعده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله سبحانه وتعالى ولا شيء بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تعالت قدرته وجل جلاله العظيم. اللهم اغفر لنا يا غفور، اللهم ارحمنا يا رحمن، اللهم تجاوز عن سيئاتنا يا رب العالمين. وأشهد أن سيدنا وقائدنا وحبيبنا ودليلنا ومرشدنا وقرة أعيننا سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم السلام، خير نبي اصطفاه الله وإلى هداية العالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهر هذا الدين على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. عباد الله، الحمد لله رب العالمين أن اكتمل شهر رمضان المبارك. الحمد لله رب العالمين أن أعاننا الله ووفقنا وأطال في أعمارنا حتى شهدنا شهر رمضان المبارك هذا العام، فصمناه إيمانا واحتسابا لله تعالى، وقمنا لياليه تقربا وطاعة وعبادة واحتسابا لله تعالى. الحمد لله رب العالمين أن وفقنا جميعا فدفعنا زكاة فطرنا. الحمد لله رب العالمين أن وفقنا جميعا لعبادة الله عز وجل مع تقصيرنا مع ضعفنا، ولكننا بذلنا الجهد
في عبادة رب العالمين في رمضان. اليوم إخوتي الأكارم هو يوم عيد الفطر، وهو يوم فرضه الله عز وجل على المسلمين حتى يروا من أنفسهم فرحا وسرورا بطاعة الله عز وجل، أن اكتمل صيامهم، أن اكتمل نسكهم، أن اكتملت عبادتهم لله عز وجل، فهم يفرحون في هذا اليوم بصيامهم ويستلمون جوائزهم من الله عز وجل. وما أفضل هذه الجوائز ألا وهي عتق رقابهم من النار. نسأل الله أن يتقبل منا، نسأل الله أن يعيننا أن نكمل أعمارنا في طاعة الله عز وجل. إخوتي الأكارم، الله موجود في رمضان، وهو بعد رمضان باق موجود سبحانه وتعالى. فمن عمل صالحا ومن عبد الله عز وجل في رمضان فعليه أن يتدارك فيما بعد رمضان هذه الحسنات وهذه الأعمال الصالحة التي عملناها في شهر رمضان. يجب أن تكون سنة لنا في بعد رمضان، فلا ننقض العهد مع الله عز وجل. إخوتي الأكارم، هذا اليوم هو يوم فرح وسرور، وإن امتلأ الجسم بالآلام، وإن امتلأ القلب بالهموم والمتاعب والمشاكل في الحياة الدنيا، ولكن الله عز وجل أمر المؤمنين بأن يروا فرحا وسرورا ويدخلوه على قلب أولادهم وزوجاتهم وصلة أرحامهم وأقاربهم وأصدقائهم وجيرانهم والفقراء والمساكين في الحي يعينونهم مما أنعم الله عليهم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل المدينة المنورة فوجد عندهم يومان يلعبون فيهما، فسأل عن ذلك فقالوا هو يوم عيد. فقال الله عز وجل أبدلنا الله أي أمة الإسلام بهذين اليومين يومان هما خير من هذين اليومين، عيد الفطر وعيد الأضحى. وأيضا دخل النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر الصديق على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وعندها جارية من الأنصار تضرب الدف وتغني في يوم عيد، في يوم فطر أو عيد أضحى. فقال أبو بكر أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعها فإن اليوم يوم عيد. إذن اللهو المباح والغناء المباح والأناشيد التي تمدح الإسلام وتمدح النبي صلى الله عليه وسلم، نبتعد صحيح عن الاختلاط ونبتعد عما نهى الله عز وجل علينا، ونبادر كل فرح وسرور ومحبة ووجه طلق وسلام على الناس وزيارة للأقارب وصلة للأرحام وبر الوالدين ومحبة الأولاد وتكريمهم وإلباسهم الثياب الجديدة في العيد حتى يعلموا، وخاصة ونحن في بلد أجنبية، وخاصة ونحن في بلد غريبة الوجه واللسان، أن هذا يوم عيد لنا نحن المسلمين. إخوتي الأكارم، في العيد، في عيد الفطر هذا فرض الله عز وجل وسن النبي صلى الله عليه وسلم لنا سنة التكبير. الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر. نقولها من ليلة البارحة عند رؤية الهلال، وحتى بعض المذاهب قالوا وحتى عصر هذا اليوم، بخلاف عيد الأضحى فنحن نكبر 3 أو 4 أيام، يوم النحر و3 أيام التشريق. إذن يكبر المسلم في بيته ومسجده وعقب الصلوات المفروضة والسنن المؤكدة، ويكبر في الأسواق، ويكبر في الطرقات، ويكبر في الشوارع. وما هذا التكبير إلا مصداقا لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نشكر الله عز وجل على هذه النعم العظيمة التي أولانا الله إياها. نشكر الله عز وجل على الصحة والعافية. نشكر الله عز وجل على الرزق الوفير الذي أعطانا إياه. نسأل الله عز وجل على هذا الود والحب الذي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. يجب أن لا يكون في قلوبنا ولا في صدورنا ولا في أنفسنا أبدا غلا ولا حقدا ولا بغضاء ولا أي شوائب على إخوتنا المؤمنين. إنما المؤمنون إخوة كما وصفهم الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يكون هذا العيد عيد نصر ورفعة وعزة للمؤمنين، عيد فتح ونصر لأمة سيدنا محمد أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المستغفرين، فيا فوز المستغفرين. استغفر الله. الله أكبر، 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 الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده دائما بكرة وأصيلا. سبحان الله وحده نصر عبده وصدق وعده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبل الله عز وجل ولا شيء بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا يا غفور، وارحمنا يا رحمن، وتجاوز عن سيئاتنا يا رب العالمين. اللهم كما تقبلت منا صيامنا وقيامنا وغفرت لنا ذنوبنا وأعتقت رقابنا من النار، نسألك أن تبارك لنا في هذا اليوم. أسألك أن تبارك لنا في يوم الفطر يا رب العالمين. نسألك جائزة ومنحة وعطية من عندك يا رب العالمين. تفضل علينا بعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وإخوتنا وأخواتنا وذرارينا وجميع المسلمين من النار يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الختام والوفاة على الإيمان. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، نعم المولى ونعم النصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أدخلنا الجنة وباعدنا عن النار برحمة منك يا عزيز يا غفار، وليس بأعمالنا وليس بتقربنا منك، فنحن مقصرون، فاجبر تقصيرنا وضعفنا يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا وتنور بها قلوبنا
وتقضي بها حوائجنا يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى في يوم الدين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تامة، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تامة مباركة فيك يا رب العالمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا رب العالمين. اللهم اجمع قلوبنا على محبتك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارجع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وردها إلى دينها ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم اهد شباب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر على نساء أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك بأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واجعل من هذا اليوم عيد نصر وفتح لأمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا جميع الذنوب، صغيرها وكبيرها، خطأها وعمدها، سرها وعلانيتها يا أكرم الأكرمين. أكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وردنا وارض عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاء لا سخط بعده يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا على الإيمان، وأمتنا إذا انتهت آجالنا على الإيمان يا رب العالمين، على كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. نسألك أن نموت على كلمة التوحيد يا رب العالمين. اللهم ارحم واغفر لمن سبقنا إلى دار الآخرة. اللهم اغفر وارحم لمن توفي في هذا الحي على الإسلام والسنة يا رب العالمين. هم السابقون ونحن بهم لاحقون إلى رحمتك يا رب العالمين. اللهم اغفر وارحم لواقف هذا المسجد، وللناظرين إليه بخير وإحسان، ولمن صنع فيه معروفا يا رب العالمين. اللهم ارحم الجميع، واجزهم عنا إذ بنوا هذا المسجد لتوحيدك وعبادتك خير الجزاء يا رب العالمين، من أول حجر فيه وأول لبنة في هذا المسجد ما دام فيه مصلون وراكعون وساجدون لك، كل ذلك في حسنات من وقف هذا المسجد يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مقبولا، وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا من رحمتك مطرودا. أنت قلت وقولك الحق، ورحمتي وسعت كل شيء، ونحن شيء في هذا الكون، شيء من أثرك سبحانك وتعالى، ومن خلقك سبحانك وتعالى، فاغفر لنا جميعا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. اللهم أعطنا سؤلنا على النحو الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا قاضي الحاجة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم مبتلانا ومبتلى المسلمين.
اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم رد غائبنا، وكلنا غائب منتظر متشوق لرؤية أهله وبلده، فأرجعنا جميعا إلى بلادنا سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم وفق الجميع إلى ما فيه الخير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولمن سألنا الدعاء وسألناه ولكافة المسلمين. صل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله يا رسول الله. خير الجزاء وحسن في الغيوب في لوحها المكتوب، محمد في الغيوب في لوحها المكتوب، بشرى تهز